انا اليوم جيت نعلق على هذاك المقال اللي نشره موقع ashkin.com على اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. فبزاف ديال الناس كانوا كيتسناو الموقف ديالي من هذا الشيء اللي وقع، خاصه وان الموقع مرتبط بالاسم الشخصي ديالي، حيت عبد ربه الضعيف هذا امامكم هو المؤسس ديال موقع اشكين. ولكن قبل ذلك يمكن نذكر بجوج ديال النقاط اساسيه. اولا، المقال كان غير مناسبا، وتوقيت النشر ديالو ايضا كان غير مناسبا البتة، ولكن المقال في الاساس كان غير مناسب بلا ما ندخل علاش كيفاش. النقطه الثانيه ان الموقع مباشره من بعد البيان ديال الجامعه الملكيه لكره القدم نشر واحد البيان توضيحي كيوضح علاش نشر المقال. هو ما كان سوء نيه، ثاني بغى يتقاسم مجموعه ديال التساؤلات مع القراء ديالو، المهم بلا ما ندخل في التفاصيل دار بيان توضيحي من حقه. مباشره بعد ذلك الموقع قدم اعتذار رسمي للاعب زكريا بوخلال، وقال بان هذاك المقال ما كانش خصو يكون. الان انا كنجي كمؤسس ديال هذا الموقع، بغينا ولا كرهنا راه مرتبط بالاسم ديالي، انا فقط يعني مدير اداري ديال الشركه، ولو انه انا ما كتبتش المقال، ولو انه انا ما عنديش دخل في الخط التحريري ديال الموقع الصحفي اشكي، ولو انه انا ماشي المسؤول القانوني على اداره النشر، ولكن كنعتبر نفسي كمؤسس ديال الموقع باغي نقدم انا ايضا اعتذار اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا بوخلال. ذاك المقال ما كانش خصو يتنشر. ونقدم ايضا اعتذار للجامعه الملكيه لكره القدم في شخص رئيسها فوزي القجع. اعتبر الاعتذار واجب. كل من يمارس يخطئ، وكل من لا يمارس لا يخطئ. إلا وقع شي خطأ خصنا كاملين نتحملوا المسؤوليه ديالو. ولا اقولها واكرر، ولو انه ما عندي حتى شي علاقه بالمقال، ما كتبته ما وقعته، ما انا مدير نشر، ما انا مسؤول قانوني على ما يتكتب في هذا الموقع، ولكن انا ارتأيت حيت الموقع مرتبط بالاسم ديالي، حيت بزاف ديال الناس تكلموا عليا، فقلت انا غادي انا نعطي الراي ديالي والتوضيح ديالي. وانا مره اخرى اجدد الاعتذار لا ديال الموقع اشكين ولا ديالي انا شخصيا زكريا بوخلال والجامعه الملكيه في شخص رئيسها فوزي القجع. كما اقدم يعني الاعتذار للناس اللي انتقدونا، انتقدوا الموقع، وانتقدوه بحسن نيه. كاين اللي قرا المقال ما عجبوش، كاين اللي ما قراش المقال ولكن بالتعاطف ديالو وهذاك الشيء اللي سمع واللي دار المهم ما عجبوش الحال. هذوك الناس كاملين كتعتبروا قراء ومشاركين وغنى ولا كرهنا ديال الموقع، كنقدم لهم الاعتذار ديالي الشخصي. بطبيعه الحال كاين بزاف ديال الناس ايضا، وهذه دائما كتوقع، الناس اللي بسوء نيه اغتنموا يمكن هذه الفرصه وهذا الخطا اللي وقع، وبغاو يصفوا حساباتهم اما مع الموقع حيت ما عجبهمش الخط التحريري، او لا مع الشخص ديالي انايا. وعلى هذا الشيء انا حرت من شفت يعني حجم الهجمه والكراهيه اللي مست الشخص ديالي. واش كيهضروا على الموقع تيجيني، لكن بعض سوء النيه اللي اغتنموا هذه الفرصه باش يشكوا في الوطنيه ديال الموقع وديال عبد ربه الضعيف. كاين شي ناس اللي ما كرهوش يقول لك هذه فرصه نصفيو مع يماهم الموقع نطحنوه، لا هو لا مولاه، ما عندهم السوق، هذه فرصه. هذا الشيء اللي خلاني ندير هذه الخرجه، لانه ما نسمحش شي واحد يتزايد عليا، لا انا ولا الموقع اش كاين في الوطنيه. الموقع راه كل شيء في الارشيف ديال الانترنت. موقف دائما، الموقع كان دائما واقف في المحطات الوطنيه اللي كان خصو يوقف فيها. كان ايضا كينتقد بعض المسؤولين السياسيين من اجل البناء، وعبد ربي انا ما غاديش نتكلم على شخصي. الموقع يمكن غير هذه النقطه نركز عليها وما بغيتش ندخل في التبريرات، ما عمره كان ضد السجود. هذاك المقال ما عمره تكلم على ضد السجود، بالعكس يمكن اعتبرها اسلوب جديد يعني في الفرحه، يمكن قدم تساؤل، ولكن الناس كيحوروا. وقس على ذلك، وقس على يمكن اللي خلات انه الموقع ينشر كانت بدايه واحد مجموعه ديال الناس اللي انتقدوا طريقه السجود ديال اللاعبين. قبل حنا ما نتكلموا،
قال لك علاش يسجدوا وهما لابسين الشورت. ورد عليهم في واحد التدوينه سي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه، قال لهم لا هذيك تعتبر سجده الشكر ويمكن يديروها بالشورت. اذا النقاش كان كاين. ومين كان المنتخب في قطر، وكان عادي جدا فعلا. من بعد من غادي يدخل المنتخب وكانت هذيك الفرحه وبهذه المناسبه يعني باغي نهنئ المنتخب الوطني، لان هادشي اللي داروا تاريخي، انجاز تاريخي يحسب له ويحسب للوطن. جسدوا يعني القيم الاصيله ديال المغرب وديال الثوابت ديال الدوله، الله الوطن الملك. هذاك الشيء لمسناه لا في السلوك ديالهم، لا في التربيه ديالهم، لا في وهما مع الامهات ديالهم والوالدين ديالهم، يعني داروا شي حاجه اللي ما دار حتى شي واحد. ومن بعد يعني شفنا ذاك كيفاش رفعوا الرايه الوطنيه، وكيفاش كان من بعد من رجعوا الالتحام ديال المواطنين مع المنتخب الوطني، الاستقبال التاريخي اللي داروا لهم جلاله الملك. هذا الشيء اللي داروه نحن نثمنه ونصفق له، والموقع تابعوه غطاه، يعني ما قصرش. ولكن كما قلت من يمارس يخطئ، من لا يمارس لا يخطئ. والاعتذار واجب ملي كتوقع شي زله او شي خطا. كشخص كنقدم الاعتذار لزكريا بوخلال وسي فوزي القجع كرئيس الجامعه، وما عنديش حرج. علاش؟ اولا انا كنقدم الاعتذار للسي بوخلال لانه لاعب مغربي، شنو فيها الاشكال؟ وكنقدم الاعتذار للسي فوزي القجع كرئيس الجامعه لانه المؤسسه ديالو مؤسسه مغربيه.